يا كل اللي فاتهم الهابي بيرثداي بتاع السيد البدوي، اهلا ومرحبا بكم في الفقره السنويه. كل سنه الفيديو ده لازم ينزل، واجب عليا كمواطن طنطاوي. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه واحنا مع بعض. ولكن المره دي انا مش هتكلم عن السيد البدوي، انا هتكلم عن ابطال الظل، خدام وموردين السيد البدوي شخصيا، اللي بتشوفوهم في الفيديوهات وبيلبسوا لبس غريب وطريقتهم غريبه. دول ايه قصتهم وهم بيلبسوا وبيتصرفوا كده ليه؟ وايه بيبقى مصيرهم وحياتهم بعد ما المولد ده بيتفضل؟ واشهر واحد فيهم الراجل اللي واقف ورايا ده، سيد المسكين، اشهر واقدم خادم وحارس لمقام السيد البدوي. عنده 70 سنه، ابن محافظه قنا، ساب بيته وعيلته في الصعيد وسافر على طنطا علشان يخدم مقام السيد البدوي، وبقاله اكتر من 40 سنه في خدمته. يعني وصل طنطا وهو عنده حوالي 30 سنه، وبيقول ان هو موظف وشغال كخادم للمكان، ولكن مفيش اي ورق رسمي بيثبت الكلام ده. مش هتشوفوه الا بالزي الرسمي بتاعه، العمه الحمراء الكبيره والجلابيه الاخضر فاخضر والسبح الكبيره العملاقه اللي متعلقه على رقبته وجسمه. طب ايه اللي خلاه يسيب بيته وعيلته في الصعيد في اخر الدنيا ويجي على طنطا؟ لان السيد البدوي جاله وشوشه في ودنه وقال له انت لازم تيجي على طنطا وتخدم المقام بتاعي، وما تمشيش غير باذن مني. وده اللي قاله الحاج سيد المسكين. الحاج سيد ايام المولد بيكون مشغول جدا جدا، يعني لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام، وبيكون عايش بشكل اساسي في الفتره دي على النفحات والكرامات اللي بتيجي من الزوار. يعني لقمه من هنا، على بقين ميه من هنا، على سجارتين فرط من هنا، وهي ماشيه. بالنسبه للنوم فهو بياخد النوم ده تخطيف، وبيظهر للناس كل سنه في المولد، ولكن انا شخصيا بشوفه كتير، وبيبقى دايما متردد على جامع السيد البدوي، وانا بشوفه بالصدفه هناك. وانا لما اتكلمت معاه قبل كده وسالته طب انت بتشرب منين، بتاكل منين، طب لو حبيت تشتري حاجه بتعمل ايه، كانت كل اجاباته هي اجابات الدراويش، اللي هو اللي بيبقى عايش في رحاب شيخ العرب، ما بيغلبش وما بيتفقرش، وكل الكلام ده ما عرفتش اطلع منه باي عقد نافع ولا باي معلومه. طيب بعيدا عن الحاج سيد المسكين، ايه دور خدام مقام السيد البدوي اللي بقالهم اكتر من 750 سنه بيخدموه، اجيال بتسلم اجيال؟ خدام وحراس مقام السيد البدوي مهمتهم بتبتدي قبل ما المولد بيبتدي بيجي اسبوع او اكتر، ودورهم ان هم ينصبوا الخيم ويجهزوا الحلل والاكل ويامنوا على موارد الميه، وده لاجل الزوار اللي هيجي يزوروا السيد البدوي في المولد بتاعه من كل الدنيا. ولما زوار السيد البدوي بيوصلوا طنطا، هم بدورهم ان هم بيستقبلوهم ويوفروا لهم مكان يناموا فيه، ياكلوهم ويشربوهم ويبقوا موجودين معاهم جوه طنطا ويدلوهم على الطريق. وبعد ما كل الزوار يتجمعوا يعملوا حلقات الذكر الصوفيه على الطريقه الاحمديه ويذكروا ويتعبدوا فيها لغايه لما يتعبوا. وطبعا من كتر الزحمه اللي يعرف يوصل لمقام السيد البدوي ويحسس عليه وياخد منه البركه يبقى ده زعق له نبي، واللي ما لحقش يحسس على المقام وياخد منه البركه يبقى حظ اوفر في المره القادمه. لكن انا شخصيا الحمد لله انا حسست وخدت البركه. انا كنت حابب اقول راي خاص بيا متعلق بالسيد المسكين وخدام وموردين السيد البدوي. هل اللي هم بيعملوه ده بالنسبه لصحيح الاسلام صح؟ لا والله مش صح، ومالوش اي علاقه بصحيح الاسلام. وكمان الموضوع ده بيدخلنا في دايره الشركيات، لان بيبقى فيه شبهه الوساطه بين العبد وربه. ولكن ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم وذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. يعني الناس اللي بيعملوه ده حرام ملوش علاقه بصحيح الدين والاسلام وكل الكلام ده يعتبر داخل في دايره الشركيات ولكن الوحيد اللي له سلطان عليهم هو ربنا، هو الوحيد اللي مديهم حريه العقيده، وهو الوحيد اللي هيحاسبهم. الناس دي ولا بتأذي حد ولا بتعترض طريق حد، والناس دي قمة في السلم والسلام، فمش من حقك نهائيا انك تأذيهم ولو حتى بكلمة. مش من حقك ان انت تقتحم خصوصيتهم وان انت تعدل على طريقة عبادتهم. هم ليهم كامل الحرية وكامل الاعتقاد، زي ما انت برضه ليك كامل الحرية وكامل الاعتقاد. وبس دي كانت قصة قدام السيد البدوي، وكان معكم حراس كابتن مسلم، وكل سنة وكل الطنطاوية بخير. يلا اقعدوا بالعافية.